خويا صيفط لك لي سوتيليزاسيون ديال كل حاجه، وما فهمتي شي حاجه اوكاو في البروغرام اللي صيفط لك ديجا حاول تكونتاكتي. المهم راه كونتاكت عندك في اي وقت، اي وقيته تحتاج فيها شي حاجه عيط صيفط ميساج، راه مرحبا بك، بليزير اخويا. واش الابطال، السلام عليكم، مرحبا بكم في اون نوفيل فيديو عاوتاني. هاد الفيديو الدراري تكونوا تفرجتوا ديجا الفيديو اللي قبل، كون خليت لكم ليا في لا ديسكريبسيون تحت على تشاتر بري ورك اوت، وغادي ندوي لكم على الفيتارغو والتحضيرات اللي كنت حضرتكم الدراري. جوج تحضيرات في ديك لا فيديو، دخلوا تفرجوا باش تعرفوا الاولين وعاد باش نعرفوا الثانيين. بالنسبه للبري ورك اوت الدراري ما خاصش بزاف ديال الناس يبقاو شادينو قرشه شنو هي كتعني بري ورك اوت مورا بري ورك اوت مورا بري ورك اوت. راه الكافيين الدراري ودوك لي كومبوزون راه واعرين شويه للقلب، ما فيها باس دير واحد الشهير او 3 سيمانات ديال روبو ابار، فهمتيني، انك تبقى تاخذو ديما يوميا. من الاحسن دير روبو وتعوض دي سورس ديال الانرجي اللي غادي يعوضوا لك داك البري ورك اوت، دي سورس ديال الانرجي. وما علاش غنهضروا ان شاء الله الفيتارغو احسن سورس ديال الكربوهيدرات اللي فريمون زيرو سكر، 100 غرام فيها 91 غرام ديال الكارب. الوغ الدراري غنخلي لكم تجربه. انا كناخذ الفيتارغو دابا في هاد لا دوغي، حبست شاطر بري ورك اوت كنت كنخلطهم بجوج، دابا سالا ليا قاطعو ولكن خدام غير بالفيتارغو. بغيت نوريكم واش غادي تكون شي ديمينيسيون في لي كومبيتونس ديالو، واش غنقص في التقول وداكشي اللي كنت كنضرب، علما ان الدراري راه واكلها واحد لاكسيدون ما شكيت عليكم الدراري. صافي 2 سيمين ما ترينيتش نهائيا الرجلين، وغادي نشوفوا ان شاء الله اليوم التقول اللي غادي نضربوا واش يوسف هو يوسف ولا صافي يوسف بلا بري ورك اوت والو. بقاو معنا نصليو الظهر اذن علينا ونشربوا الفيتارغو ديالنا ونتحركوا لاصا. سكوب ديال الفيتارغو بيان سور، ما نساوش سكوبا من لا غلوتامين الدراري قبل من لونطرينمون. كناخذها لا غلوتامين ريفلكس مزيانه، سيرتو الناس اللي عندهم مشاكل ديال القولون العصبي، الناس اللي عندهم العصب في المصران، فراه الدواء ديالكم الدراري راه هو لا غلوتامين الدراري. كما غنخلي لكم الدراري في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر لكم على لا غلوتامين. غنبقى نجركم برودوي دويت لكم ديك النهار على الشاشر وخليت لكم على الفيتارغو، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نهضروا على لا غلوتامين والفوائد ديالها بالنسبه للرياضيين والناس اللي كيعانيو من مشاكل القولون العصبي. صراحه الفيتارغو ما فيش المذاق، بحال ما كتشرب والو، ما حتى الماء ما بقاش فيه المذاق ديال الماء. المهم الابطال، قبل ما نبداو الحصه ديالنا فراه ضروري خصنا نديرو تمارين الاحماء او التسخينات مزيان، على الاقل واحد 10 دقائق باش كومسا ما تبليساوش و لي بون ضروري الدراري. المهم الاخوان كما كتشوفوا معنا سالين الحصه ديال النبي نجاح، وختمنا بالكارديو. ضروري الدراري 15 دقيقه ديال الكارديو، تخدموش غير العضلات ديال الكور ديالكم وتنساو اهم عضله في الجسم اللي هي عضله القلب، او ميم طون باش تحيدوا حتى الدهون اللي زايدين في الكور اللي كيخسروا الجماليه ديال الكور.
وكما غتشوفوا معايا الدراري حاولت نختم حتى الحصه ديالي 15 دقيقه كارديو وواحد 3 سيري في لي زابدو في لابارتي التحتانيه ديال الابس فين كتجمع الشحمه جالس تما. حاولنا نعطيهم واحد 4 ديال لي سيري يكونوا قاصحين. مهمه الاخوان بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في لونطرينمون او لا الماكله او لا اي سؤال يراسلون في انستغرام راه كنجاوب كل شيء. سالينا السيونس ديالنا درنا فيها الرجلين كما شفتوا معنا. وبالنسبه للبوست ورك اوت بزاف ديال الناس غنعاودها لكم الدراري كيديروا غلط كيمشيو ياخذوا ياخذوا واي بروتين مورا لونطرينمون الدراري تولوا الساعه بالضبط خاصكم سورس ديال الكار كما كتشوفوا في طاركو باش يرد الكور ديالنا بحال قلتي ديك ليسونس اللي خسر في لونطرينمون ديك الانرجي كامله ضيع في لاصال يلقى باش يريكوبيري عاد باش سكوب ديال لا واي بروتين بالنسبه لا ريكوبيراسيون ميسكولير. المهم هذا هو احسن ميلونج الدراري اللي يمكن لك تاخذ مورا لونطرينمون ب 20 دقيقه 20 دقيقه ما تاخذ والو. ومهم نضربوا البوست ورك اوت ديالنا ونخليكم مع النصائح على فيتالغو ومعلومات عليه. كما كتعرفوا الابطال باللي الوقود ديال الجسم ديال الانسان اللي هو الاي تي بي. الوغ من كتجيبوا هاد الاي تي بي من الماكله الغنيه بالكربوهيدرات بحال الشوفان الروز لي بات اولا المصادر كاملين اللي غنيه بالكربوهيدرات قمح كامل الشعير. المهم هادشي كامل الدراري دخلوا غير جوجل قلبوا على مصادر الكربوهيدرات غيطلعوا لكم ليست كبيره. ولكن البلان الدراري ان هاد الكربوهيدرات اللي كيكونوا في الماكله العاديه فاش كتدخلهم للكور ديالك كيستهلكوا اول حاجه اي تي بي طاقه غير باش يتهضموا. ثاني حاجه كيكون التخزين ديالهم في الكبده اولا الهضم ديالهم كيكون ثقيل شي شويه. هادشي اللي كيخليك تحس براسك شبعان وما كيخليكش توصل الماكروز ديالك في النهار. هادشي الدراري كندوي لكم علاش المكملات الغذائيه ديما كيبقاو احسن من التغذيه العاديه والتغذيه الطبيعيه. دو لي زافونتاج الدراري الناس اللي اكسبير في الدومين راه غادي يفهموا هذا. نعطيكم غير مثال بسيط على قبل هذه القضيه. كما قلت لكم المكملات فين كينفعوا مزيان فكاين بزاف ديال الناس كنطيح في ديكا ديالهم انهم كياكلوا واحد الوجبه غنيه بالكربوهيدرات بحال غادي ياكل واحد 150 200 غرام ديال الروز وغادي يبغي يمشي لاصال يتريني راه كيتسنى ساعتين وكيحس براسو باقي معدته مخرمقه وما كيهضمش. وميم سي فاش كيهضم كيمشي كيتريني وكيدخل غير قهوه كحله ولا شي بري ورك او شي حاجه كيتزاد المعدل الاستهلاك ديال الاي تي بي اولا بحال الكرياتين حتى هو كيزيد معدل استهلاك الاي تي بي. ديكم الكرياتين اولا مكملات الطاقه فاش كيزيدوا في الدقات ديال القلب فراه لو كور ديالك كيولي جر طاقه بزاف. يعني داكشي اللي كليتي بحال الكور عندك الكبده ديالك واحد الباتري مشارجي بحال كيبدا يخوى لك ديك الجليكوجين. كما كتشوف في الماكله العاديه بحال الروز الطاطا داك الكربوهيدرات اللي دخلتي من الجسم ديالك بحال قلتي الدوغري ديال لا تي بي كيبدا يطيح كتلقى راسك تولد ساعه نص ساعه صافي عييتي كتبدا تخدم كتحس براسك باقي عندك داك الكونسونطراسيون وداك التركيز وداك الديفلوبمون فيزيك في وسط السيونس ديالك كتحس براسك دغيا كتعيا. هذا مشكل كبير الدراري. يعني الحل ديال هذا المشكل شنو هو؟ ماشي انك تاخذ بي سي ا ماشي انه تاخذ بري ورك اوت وانما تدخل مصدر ديال الكربوهيدرات اللي يكون نقي وكيبقى مخزن مده طويله في الجسم ديالك وغيبقى معاك حتى تسالي الحصه ديالك. الوغ الدراري كما كتشوفوا حبست بري ورك اوت في لي فيديو كما شفتوا تقول راه حسيت براسي خدمت بكثر من البوا اللي كنخدم به نورمالمون في الايام العاديه بالبري ورك اوت. علاش؟ حيت عندي مخزون مزيان ديال الجليكوجين في لو كور ديالي. وبلان زوين الدراري هذا الفيتالغو يقدر يخدم الناس اللي كيكونوا خدامين بحال هكا كيخرج مع ديك 6 7 من الخدمه ديالو وكيمشي للدار يلاه كيبغي ياكل كيبغي يتريني كيقول ما فيه اللي يتريني. هذا الدراري بلان فهمتيني ما كيشكل مشكل بزاف ديال الناس. واشنو كيديروا عاوتاني كيبغيو يحلوا هذا المشكل كيمشيو ياخذوا بري ورك اوت. بري ورك اوت كيطلع على 7 8 كيمشي يتريني كيلقى راسو 12 لوحده 2 3 وهو باقي كيتقلب وباقي ما جاش النعاس. وهذا الشيء كيدير ليه ستريس والستريس كيساوي الكورتيزول والكورتيزول هو تفكيك الخلايا البروتينيه من العضله. الوغ باش انك كتبني الميسكل لا راك غير كتخربق. فهاد لي طا خويا راه غادي يخدم لك فيتالغو. علاش؟ حيت خاصك مصدر طاقه اي تي بي اللي طبيعي وما غاديش يكون فيه الكافيين ما يخليكش موقد ما غاديش يطير لك التركيز والنعاس. اخر بلان اللي زوين كيعجبني هاد الدراري في الفيتالغو شنو هو انه كيتخزن ابار في الكبده كيتخزن حتى جليكوجين في العضلات في لي موسكل. الوغ انا الدراري من بعد التجربه ديالي على البرودوي كما كنبقاش كنهضر غير
ما وراء الستار صافي ما برودوي ما شادلوش ما قاريش ما كنعطيكم دي زانفورماسيون بالتجربه الدراري. حتى كنسالي برودوي عاد باش كنلونسي لكم شي حلقه. هادشي علاش كتشوفوني كنتعطل عليكم بزاف في يوتيوب، فراه غير من بعد التجربه والدراسات اللي كندير باش ما نحطش لكم التخربيق. بالنسبه للدراري كما قلت لكم البلان الزوين اللي فيتالي خلي لك العضله ديالك مبومبيها. الوغ ديك القضيه ديال فاش كتريني كتسالي كتحس بالميسكل تفش كامل، فراه فاش كتكون مدخل ديجا الفيتالو قبل لونطرينمون اولا حتى وسط لونطرينمون كتحس براسك لا باز ميسكولار باقا كاينه، ما كتبقاش بداك الدوغري اللي ما مدخل فيه والو. العضله واخا كتسالي لونطرينمون ديالك فراه كتبقى معاك ديك لا بونط ما كتحسش براسك درتي ديك ديمينيسيون داك لي ميسكل كاملين هابطوا. اخر بلان اللي غادي نهضروا عليه في هذا ليبيزود ديال اليوم اللي هي طريقه استعمال الفيتالو. بالنسبه للدراري طريقه الاستعمال تقدر تاخذ سكوب او سكوب ونص قبل من لونطرينمون بواحد نص ساعه حتى ساعه الا روب وتشرب معاه الماء مزيان. بالنسبه للدراري المذاق راه ما فيهش المذاق. بوغ دي ريزولطا بلو افيكاس الدراري يمكن لكم تدخلوا مع البي سي ا او الاو ا ا كتخلطوهم بجوج. اول حاجه كيعطيك مذاق مزيان، ثاني حاجه ستوك ديال الجليكوجين ديال الطاقه اللي كيعطيوك الكربوهيدرات زائد الاحماض الامينيه اللوسين ايزوليسين والفالين، ثلاثه ديال لي زاسيد اميني برانشد اللي ما كيخليوكش تحس بالعيا وسط لونطرينمون. والثاني حاجه كيساعدوا في تخلق بروتين في العضلات الدراري. يعني اللي كتدخل هذا الميلونج الدراري راه ميلونج خيالي مسطي الدراري. وراه كيتلاحوا الدراري دي باك في لاباج انستغرام نخليكم ليها هنا، غادي تلقاو كلشي لي برومو اللي كنحطوا لكم وحتى لي زانفورماسيون على المكملات، لي زانفورماسيون على الماكله، اي حاجه متعلقه بلونطرينمون هذا الدومين كتلقاها في لاباج. الوغ الدراري حل معايا ودنك وعقلك مزيان واسمع. الا لقيتي اللي غادي يعطيك دي زانفو على الماكله على لونطرينمون على لي كومبليمون اليمونتير باغ اكسبيريونس الدراري فراه 100% غادي توصل للهدف ديالك. وبالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا يديفلوبيو راسهم يقدروا يدخلوا لاباج ويشوفوا لي ترانسفورماسيون اللي كنخدم مع الدراري. وباش تعرفوا حنا هنا راه كنخدموا ماشي كنعطيكم غير الهضره الخاويه. اللي كان بالنسبه للطريقه الاولى ديال الاستعمال. الطريقه الثانيه تقدر تاخذوا معاك وسط لونطرينمون بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين بحال انت خدام خارج مع السته وعندك الفيتامين ديالك ديه معاك البيستا ديالك، تقدر تخلطهم تبدا كتشرب تدخل الحصه ديالك، ولكن غير في ديك ثلث ساعه الاولى تكون كتشرب وديما قرعه ديال الماء اون باراليل حداك تشرب تكمل باش تكون فاش كتقرب تسالي الحصه ديالك وتطلع لك لافاش في كدعيه لا كتصدق طالع الفيتارغو والبيستا كيطلع لك واحد الانرجي اخرى وكتقدر تكمل الحصه ديالك احسن ايماج. وبالنسبه للثالث طريقه ديال الاستعمال كما كندير انا قبل من لونطرينمون كما قلت لكم حيت انا عندي الوقت ما كنتخربقش. وثاني حاجه كندخلو مورا لونطرينمون اون فوا كدوز ثلث ساعه حتى نص ساعه بين ما هبط هرمون النمو وكروت هرمون كندخل سكوب ديال لاوي بروتيين مع سكوب ديال الفيتارغو. بزاف ديال الناس كنعاود ثاني نقولها لكم ما تبقاوش تدخلوا الواي بروتيين ديريكتومون مورا لونطرينمون ولا الجسم ديالنا كيستافد منه على اساس انه كار حيت عنده احتياجات في اي بي يعني خاصو مصدر ديال الكارب. انا شنو كندير ما كندخلش الكارب مورا لونطرينمون ديريكتومون حيت ما كاينش هذا المعضلي في ديك نص ساعه. كندخل سكوب ديال الفيتارغو مع سكوب ديال لاوي كما تشوف في الفيديو الوسط وكنخلط وكنشرب مع راسي. يعني احسن طريقه ديال الاستعمال بالنسبه للناس اللي عندهم الوقت قبل من لونطرينمون مورا لونطرينمون. بالنسبه للناس اللي كيتخربقوا يقدروا ياخذوا وسط لونطرينمون مع البيسا ولا يقدروا ياخذوا على راس وسط لونطرينمون ويقدروا ياخذوا حتى بوست ورك اوت ولكن على بعد ثلث ساعه نص ساعه من انتهاء الحصه. هادشي اللي كان عندنا ابطال في الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان وما تنساوش ابوناو الدراري في لاباج راه كيتحطوا نصائح من دابا الدراري راه فريمون دي سوكري اللي 8 سنين ديال تما راه ضربت عليهم كنحطهم تمايا. وهادشي كامل الدراري ما كاينش شي واحد غادي يعطيه لك غراتوي وانما هادشي كيتباع بالفلوس. اما انا كيتحط في انستغرام نشروا المعلومات بغينا كلشي تريني كلشي يدبر على راسو ونتقاشعوا ان شاء الله في الحلقه الجايه.